نشويات. واحدة تقول لي ايه النشويات دي يا خال؟ يعني الرز يا بيه، يعني المكرونة، يعني العيش ده مصيبة سودا لوحده يا ولا، هو نعمة ربنا ايه، لكن الاكل منه كتير وحش، والرز والمكرونة. قللوا يا ولا، قللوا منهم، وان كان لابد يبقى ايه، طبق صغير كده، كم معلقة ما يجراش حاجة. ومن نفس الاكل ونعمل طبق سلطة كبير كده اهو، وناكل بقى. جيبي بقى فاكهة، مش لازم الفاكهة الغالية، في فاكهة كده على على قد الايد. ايه فاكهة بقى، كل خضار. الخضار ده جميل يا ولا، الخيار، الخاص، اي الجزر جميل، لو قلت شوال جزر وخيار ولا يهمك يا بيه ولا يهمك. بس يا حبايبي، وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، لما تيجي تخسي يا حبيبتي وتعملي رجيم، ما تقوليش لحد، لا جارتك ولا انتيمتك ولا قريبتك ولا حتى لاختك بنت امك وابوك، ما تقوليش لحد. صدقوني، انا اعمل الرجيم من هنا اهو، واقول افرح بنفسي، بصي يا بيت انا عامله ومسويه لي 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 لي. داري على شمعتك تجيد يا حبيبتي، بالذات في موضوع الخصصان. اسمعيني، حتى جوزك اللي معاكي ما تقوليلوش انك عامله رجيم، حتى خطيبك يا بيه ما تقوليلوش، حتى اي حد يا بيه ما تقوليش. خسي في السر يا بيه، يعني فاجئ الناس كده اهو، فاجئ الناس، خلي الناس تتفاجئ بيكي كده انك خاصه ورفعانه وحلوه. فاهمه يا بنتي؟ وهي يا بيه اللي بسكوا على لسانكوا شويه يا بيه، اللسان ده يا بيه اللي جايبنا ورا، اللي مودينا في داهيه. ايه، اخس في السر يا حبيبتي. انا كنت اخس من هنا اهو وابقى ماشيه حلاوه، واجي اقول هنا لجاربتي دي ولا لجارتي دي شويه لاجيني جوعت وبوظت النظام ورجعت لنقطه الصفر تاني. بس صدقوني انتوا حبايبي وتعزوا عليا، وعايزاكم تخسوا زي كده وتبقوا ايه حلوين، ومش عايزاكم يا بت، ومش الخسسان بس يا بيه، ما تعرفيش حد عنك حاجه، ما تعرفيش حد عنك حاجه خالص. اكتمي يا بيه، داري على شمعتك تجيد يا حبيبتي. اسمعوا كلام خالقكم مسعدة. بس انا مش هكتر عليكم ولا تقولوا عليا رغاية، انا مش رغاية، ده انا بس ايه، عايزة انصحكم يا حبايبي. ماشي يا حبايبي؟ يلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتابعوني على اليوتيوب، وادخلوا كلاتكم صلوا على سيدنا النبي في التعليقات. ما ينفعش نسمع سيرة حبيبنا نبينا محمد ولا نصليش عليه. خلي البركة